اهلا بيكم في قناتي تجربه ايمي. تجربتنا النهارده مع الكشري المصري اللي كلنا بنحبه واللي بنعمله في البيت بياخد مننا وقت ومجهود وحلل كتير ومواعين كتير، لكن برضو بنعمله وبنحبه. زي ما انتم شايفين الصلصه والدقه والشطه حاجه كده عظمه. تعالوا اقول لكم على طريقته وكل تكاته وكل اسراره اللي هتخليه روعه وزي بتاع المحلات واجمل في البيت. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل الكشري ازاي في البيت اللي مصر مميزة ومشهورة بيه من أكلاتنا المشهورة. يلا مع بعض، يلا بينا. أهلا بكم في قناتي تجربة إيمي. هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري بتاعنا اللي كلنا بنحبه. طبعا رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. وهنحب نعمل الأكلات اللي ما بنعملهاش في رمضان اللي بنحبها، وفي نفس الوقت مش هينفع في رمضان بتاخد شغل كتير وبرده مش هتكون مناسبة. فهنعمل النهارده مع بعض الكشري. زي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي هستخدمها ان شاء الله. طبعا الرز اساسي، ده رز بلدي، ده حوالي يعني نص كيلو. ومكرونه، هستخدم المكرونه الاول العقله الصغيره، وطبعا مكرونه سباكيتي. وفي عدس بجبه طبعا اساسي في الكشري. والحمص انا جايبه ربع حمص وربع عدس بجبه. وطبعا الشعريه طبعا عشان الرز، وانا كنت عامله مفرزه عندي في التلاجة صلصه، طلعت كيسين اهو. والبصل طبعا زي ما انتم عارفين، والثوم. دي تقريبا كل الحاجات اللي هنستخدمها في الكشري المصري بتاعنا. زي ما انتم شايفين دي كل مكوناته. يهمني طبعا اكون عارفه كام تريكه كده مهمين جدا في العدس في الكشري. ان العدس لازم اعمله اول حاجه عشان هستخدمه في كل الوصفات دي. باخد الميه بتاعته وبستخدمها في كل الحاجات. حاجه مهمه تانية برضو من تريكات الكشري، لازم اسلق الحمص. طبعا افضل لو كنا نقعينه من بالليل عشان ما ياخدش وقت معانا. لكن لو زي انا كده عملت كده على غفله ما كنتش مقرره، عادي هحطه على النار، بس اعمل الاكل بدري شويه عشان بياخد وقت. لان الحمص بياخد سوا، على عكس بقيه الحاجات اللي هنعملها. الحمص بياخد وقت معانا. يبقى اول حاجه هنسلق ده على النار في حله، وبعد ما نسيبه شويه كده حوالي يعني ساعه تقريبا ابدا اشتغل في باقي المكونات. طبعا انا هفك طبعا ده هحطه في ميه يفك، وهقطع البصل ونبدا نشوف خطوه خطوه هعمل كل حاجه فيهم. هتاخد معانا قد ايه وقت عشان اخلص ان شاء الله في وقت برده كويس ما اتاخرش. ادي حله وادي الحمص وهنزل بيه كده. طبعا اي حاجه هنستخدمها لازم طبعا نتاكد انها نظيفه. ده انا جايبها من عند العطار، لكن ايه محتاجه ابص. احيانا بيبقى محتاج يعني يتنضف للاحتياط. الكميه على فكره كويسه مش قليله. اصلا الحمص اما بيتسلق بينفش وبيزيد ويدينا كميه كويسه. ده الحمص، شايفين كميه الميه مغطياه تماما. وكمان في تركه مهمه جدا بالنسبه لنا في الحمص، كل ما تنقص الميه بتاعته نزود له ميه بتغلي، ما نزودش ميه ساقعه عشان يستوي معانا بسرعه وما ياخدش وقت. هنرفع ده على النار، نبدا بعد كده نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هجيب الصلصه بتاعتي احطها في ميه علشان عايزاها تفك وبوقت سريع. انا خدت كيسين صلصه، طبعا محتاجين يكون معانا صلصه كويسه كميه تكون حلوه، عشان طبعا الكشري اساسي لازم يكون الصلصه بتاعته كتيره. اللي حابب يعمل الصلصه، انا طبعا دي كنت انا عاملاها ومجهزاها، لكن لو حابين تعملوها في نفس الوقت في نفس اليوم اللي هتعملوا فيه، هنجيب الطماطم. بالنسبه لنا محتاج كيلو كيلو ونص على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. انا مش عامله كميه كبيره، ممكن نقول كيلو طماطم مثلا. هنقطعها 4 ونحطها بحالها زي ما هي في حله على النار، ونسيبها تاخد غلوتين لغايه ما تبدا تطرى معانا تماما. بعد ما تطرى معانا هنسيبها تبرد شويه، ونجيب الخلاط نضربها فيه بقشرها زي ما هي. بعد ما نضربها في الخلاط نروح مصفيينها، نبدا بقى نحطها على النار عشان تغلي. نحط بقى الملح والفلفل والحبهان والتوابل اللي انتوا حابينها، يبقى طعمها حلو جدا وتبقى تقيله وتبقى جميله ومنتهى الروعه. ده كده بالنسبه لنا. هسيبه شويه عشان تفك معانا على ما اكمل بقيه مكونات الكشري. ودلوقتي هنقطع مع بعض البصل. طبعا البصل مهم جدا في الكشري، بيديه طبعا طعم حلو وشكل حلو، وكل ولادنا بيحبوا يحطوا بصل على الكشري.
فعايزين دلوقتي مع بعض هوريكم بنقطعه ازاي. بقطعه حلقات بحيث لما احمره يتحط كده يبقى له منظر، يبقى حلو ومقرمش وخفيف. انا جايبه 3 بصلات زي ما انتم شايفين، هنقطعها بالشكل ده. انا بقطع نصين، اللي ما بيعرفش يقطع على الكشري باجي بعد كده اهو، شايفين؟ بصوا بعملها الشكل ده كده كده اهو، وبمسك ده بقطعه كده، ونحاول على قد ما نقدر نرفع البصل، ما نخليش التقطيعه كبيره عشان لما تتحمر تبقى خفيفه كده ومقرمشه وجميله. طبعا جايبه عندي حاجه كبيره احط فيها البصل اللي هقطعه، شايفين اهو كده اهو. كل ما رفعتها كل ما اديتني نتيجه حلوه. خلي بالنا هيقع مني عشان نعمل بسرعه كده اهو، شايفين؟ واللي زي كده بيكون ماسك احنا بنفكه بيدينا شكل الشرايح الحلوه دي. طبعا هي وجعتني من البصل، لكن لازم نكمل للاخر. وانا بعمل ده في الاول عشان انا بستخدم الزيت بتاعه اللي بحمر بيه البصل، بستخدمه في بقيه المكونات، بيدي طعم حلو للاكل بتاعنا، وبدل ما يترمي طبعا نستفيد بيه. طبعا ما تاكل حاجه غاليه وحرام، لازم نعيد تدوير كل حاجه في البيت. الناس ما بقتش مستحمله تجيب حاجه غاليه، وكمان الزيت بالتحديد بقى غالي ومش موجود زي ما انتم عارفين، فنستفيد بيه بدل ما نرميه بعد ما نحمر بيه البصل، لا هناخده نحطه في بقيه الحاجه اللي هنستخدمها. كده زي ما انتم شايفين ده شكل البصل اهو، شايفين؟ طبعا بنحاول، انا هكمل بوشه بس ما اطولش عليكم. بنفكه زي ما انتم شايفين كده، بنفك البصل احنا قطعناه بس بيبقى فيه بصل زي كده ماسك في بعضه، بنفكه على قد ما نقدر، نحاول نفكه تماما علشان يبقى ايه حلو وخفيف. هكمل باقي البصل وارجع لكم تاني. ادي كميه البصل كلها بعد ما خلصت، شايفين ما شاء الله كميه كويسه اهي. زي ما قلت لكم لازم نفكها من بعض، لازم البصل يبقى مفكوك لما بنقطعه، بيبقى زي ما انتم شايفين كده. فيهمني جدا ان انا افكه من بعضه علشان لما نيجي نحمره يبقى خفيف وهش وحلو كده، ميبقاش تخين ومكلكع معانا. على قد ما نقدر بصوا مخليش ولا واحده ماسكه في التانيه، على قد ما نقدر. طيب هنعمل ايه للبصل ده عشان يبقى حلو كده معانا وخفيف وهش؟ هنحط له معلقه دقيق، ايوه معلقه كبيره حلوه كده، ونحط له كمان سنه ملح، سنه مش كتير عشان بس كده يبقى طعمه حلو، ونرجع نقلبه تاني. شايفين كده البصل بقى جاهز، حطينا له الدقيق وحطينا له الملح، ودلوقتي نجهز بقى زيت غزير علشان نحمر فيه البصل، نركنه على جنب عشان نستخدم بقى الزيت بتاعه. كده احنا اول حاجتين عملناهم، حطينا الحمص على النار عشان بياخد وقت، بعد كده قطعنا البصل وحطينا له الدقيق وسنه الملح، نحمره بقى ونشوف هنكمل نعمل ايه بعد كده. طاسه على الزيت زي ما انتم شايفين كده، استخدمناها زيت تموين عادي جدا. حط بس حبه حلوين، يعني بصوا خدت تقريبا نص الازازه. هنسيبهم يسخنوا. قبل ما انزل بالبصل لازم تكون الزيت يكون سخن كويس. على ما يسخن هنبص على الحمص، على فكره بيكون فري مش الريم اللي عليه، ان كل البقول لما بنعملها بيبقى فيها ريم. زي ما قلت لكم عشان خاطر ازود الحمص لازم ازوده بميه سخنه بتغلي، لو زودته بميه ساقعه هياخد معانا وقت اطول.
عشان كده انا هحط البراد احط فيه ميه عشان ازود الميه. احط البراد هنا عشان اكيد هحتاج ازود ميه طبعا، لازم زي ما قلت لكم تكون ميه بتغلي. دلوقتي الزيت كده سخن كويس، هجرب كده. يعني هو دخل في السخون اهو، هنزل بالكميه كلها. كان محتاج يسخن على فكره شويه، انا كده استعجلت لكن مش مشكله عشان الوقت. على فكره البصل لما بيتحمر في الزيت بياخد وقت، ما بيتحمرش بسرعه، يعني هنسيبه ياخد وقته براحته عشان ياخد القرمشه اللي احنا عايزينها واللون اللي احنا عايزينه. شايفين الزيت عامل ازاي؟ ما يبقاش قليل عشان كميه البصل كبيره، لازم يكون كميه الزيت كويس عشان يتحمر، لان لو ما كانتش الكميه كويسه هيتحرق مننا البصل. خلي بالكم انا برده في كان حبه بصل ما فكتهمش كويس، ممكن نفكهم برده هما كده على الطاسه، هما على النار عادي جدا ممكن نفكهم كده. احنا عملنا اول حاجتين واهم حاجتين معانا في الكشري. عملنا الحمص سايبينه على النار يستوي عشان بياخد وقت زي ما قلنا مع بعض. تاني حاجه البصل المحمر اللي اسمه في المطاعم مسمينه ورد، يقول لك نحط ورد، زود لنا الورد شويه على الكشري، اسمه كده في المطاعم. احنا بقى هو عملناه، وزي ما قلت لكم انا بستخدم الزيت بتاعه مش برميه، لان طبعا دلوقتي في ازمه اقتصاديه وكل حاجه بقت غاليه. انا حتى الكميات مش عاملاها كبيره، انا عامله ربع بس حمص، عامله ربع عدس بجبه، نص كيلو عدس، هناخد حبه صغيره ربع كيلو او اقل شعريه. البصل هم 3 بصلات موجودين. وزي ما قلت لكم قبل رمضان ما يبدا قلنا نعمل الحاجات اللي ما ينفعش تعمل في رمضان او تبقى قليله في رمضان نعملها قبل رمضان. فقلت النهارده هعمل لهم كشري، الحاجات كلها كانت موجوده عندي في البيت، كنت بس محتاجه اجيب مكرونه سباكيتي هي اللي جبتها من تحت. لكن كنت الحاجات التانيه كل ما بنزل عند العطار بجيب الحاجات دي عشان لما بحب اعمل كشري تبقى موجوده، بدل ما ابدا افكر وانزل واشتري. والحاجات دي بقتش رخيصه زي ما انتم عارفين، بقت كل البخور غاليه دلوقتي. فانا بحب كل ما انزل العطار اجيب الحاجات دي واشيلها. معلش عندي شويه برد، الكحه مش هتروح مني خالص. هسيب البصل يتحمر واجهز الحاجه التانيه اللي هعملها، واقول لكم هنبدا نعمل تالت خطوه ايه. ودلوقتي هنحضر العدس الجبه، دي تالت حاجه معانا، ده ربع كيلو. زي ما قلت لكم انا مش مكتره، مش عامله كميات كبيره علشان يتاكل ما يقعدش، يعني بالكتير لو فضل مثلا حبه بالليل ياكلوهم، لكن يتغدوا طبعا الاول. اللي يفيد ماشي، ما فاتش تمام مفيش مشكله. ده العدس الجبه. طبعا لازم اي بقوليات ننضفها قبل ما نغسلها، يعني بصوا احيانا بيكون فيه كده حاجات بسيطه يهمني انه يكون نضيف علشان لما اغسله واستخدمه ميبقاش فيه اي حاجه. لازم نبص كده عليه، في طبعا بيتباع احيانا نضيف مفيهوش حاجه خالص، في زي كده يبقى حاجات بسيطه لازم برضو نبص عليها بصه قبل ما نحطه على النار. طبعا دي تالت خطوه. اول حاجه عملناها حطينا الحمص على النار وقطعنا البصل وبنحمره اهو على النار. تالت خطوه معانا العدس بجبه. عندي العدس بجبه بعد ما غسلته، على فكره خد مني تنظيف جامد، انا كان مش نظيف، نضفته كتير بصراحه. ادي الميه اللي بحط بغطيه، انا بحتاج الميه بتاعته، بعد كده بحط منها على الرز والمكرونه، بنزودها شويه. يلا بقى نرفعه على النار ونبص على البصل والحمص. حطيت رفعت العدس اهو على النار، يلا نبص على البصل بدأ يحمر،
نبدا نحمر البصل. طبعا لازم نخلي بالنا لما دخل في الاحمرار عشان ما يتحرقش مننا، نخلي ايدنا كده فيه ونخلي بالنا منه لغايه ما يحمر تماما. شايفين ده شكله اهو، شكل البصل. طبعا حاطه ميه على النار زي ما انتم شايفين عشان ازود بيها الحمص. بصوا بتغلي، لازم تكون بتغلي. هحط ميه تاني عشان الحمص بياخد اكتر من مره ميه. نشوف البصل على فكره احمر حبه كده، احمر منه جامد. انا كان المفروض برضه اوطي النار لغايه ما اكون جنبه، يعني ما اسيبوش والنار عاليه عليه. لسه ان شاء الله مش هتبان. يبقى كده البصل اهو على النار والحمص. انا مش هحط للحمص دلوقتي ملح عشان لو حطيت له ملح هيتاخر من سواه، احنا عايزينه يستوي، فانا هسيبه كده من غير ملح لغايه الاخر. ونفس الفكره بالنسبه لعدس الجبه، بعد ما غسلته وحطاه على النار برده مش بملح الحاجه دلوقتي، ما بحطلهاش ملح، بخليها لما تخش في السوا عشان زي ما انتم عارفين الملح بيأخر سوى الاكل. كده البصل داخل خلاص على الاحمرار تماما، شايفين اللون. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنحط له دقيق لازم، عشان الدقيق هو اللي بيخليه مقرمش، بيخليه حلو وخفيف كده اهو. دي تركه بيحطوها في المطاعم عشان يخلوا البصل بتاعهم حلو ومقرمش والشكل والطعم اللي بنلاقيه هناك. كل حاجه سهل جدا نعملها على فكره في البيت. المطاعم ما بتعملش حاجه زياده، يعني بالعكس البيت انضف واحسن وكميات اكبر وبسعر اقل. بيبقى مطعم كميات قليله وغاليه، ممكن ما تكونش في نفس نظافه البيت. الحاجه ما نعملها بايدينا طبعا احسن وانضف واوفر. نعمل كل حاجه، كل حاجه تعمل في البيت بسهوله، مش حاجه صعبه يا جماعه، والله ما في اي حاجه صعبه. هي بس الامكانيات ربنا يوسع علينا جميعا. لو وصلتوا معايا لغايه دلوقتي في الفيديو لسه ما قفلناش، تصلي كده على النبي ونكمل مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده يعتبر البصل يعني خلاص بيفنش. هنحضر بقى مصفى عشان نصفي بيها البصل. انا محتاجه الزيت بتاعه، قلنا مش هنرمي الزيت بتاع البصل، طبعا كميه زيت كبيره مش هنرميها، هنستخدمها في الاكل بتاعنا. كل ما نحتاج نحط ماده دهنيه هنحط الزيت اللي معمول فيه البصل، طبعا واخد من طعم البصل، وفي نفس الوقت ما نهدرش، واخدين نص ازاز الزيت. طبعا دلوقتي مع الاسعار يعني دي كميه مش قليله، ما ينفعش نرميها، حرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحضر بقى حاجه عشان نصفي بيها البصل لانه خلاص كده احمر جاهز على التحضير. دي البصل بعد ما احمر، شايفين ده اللون الذهبي اللي انا عايزاه بالظبط. احضر اهو مصفى، حاجه تحت منها. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل البصل، هشيل دي ونرفع كده نصفيه. انا كل الفكره اللي انا عايزه اصفي تماما. بصوا قرمشته، شايفين القرمشه، طبعا لونه ذهبي ومقرمش. كان ممكن نكتر الكميه، طبعا البصل ده حسب الرغبه، اللي بيحب اكتر كان يزود 4 بصلات 5 براحتكم. دول 3 بصلات متوسطين يعتبر برضو مش كبار. كويس كده. احطه برضو في طبق عشان لسه بتنقط زيت ونركنه على جنب. دي الكميه اللي طلعت لنا من البصل. طبعا حرام نرميها كميه كبيره، انا هخليها استخدمها في كل حاجه. هستخدم من الزيت ده. اول حاجه هنعمل الرز بالشعريه. هناخد حبه زيت
ونبدأ نحمر الشعرية ونعمل رز بالشعرية. كده عملنا الحمص على النار والعدس الجبة على النار، وادي كمان البصل بقى جاهز. هنشيله كده على جنب لغاية ما نبدأ نكمل باقي خطوات الكشري. يلا بقى مع بعض نعمل الرز بالشعرية. حلة على النار زي ما انتم شايفين، ونجيب من الزيت بتاعنا. قبل ما نجيب الزيت قبل ما نسخن الحله شويه هناخد برضو الميه اللي مسخنينها نزود بيها الحمص. مهم جدا يا جماعه ما ننساش، كل ما حطينا ميه سخنه كل ما كان افضل، كل ما استوى بسرعه. على ما الحله تسخن انا هغسل الرز. معلش انا كده بغسل الرز بس على ما الحله تسخن. ادي الرز بتاعنا البلدي طبعا غسلته ونصفيه ونخلي بالنا يكون نظيف ما يكونش فيه حاجه. زي ما قلت لكم لازم اي حاجه حتى لو جايبينها نظيفه ناكد برضو عليها ونبص كويس قبل ما نستخدمها ونحطها على النار. الزيت بتاعنا هناخد منه حبه اهو، حبه كده على قد ما هستخدم. ونجيب الشعريه نحط حبه كده حلوين، يعني زي ما بنحط الرز الشعريه العادي. لا بصوا يعني حطينا حبه حلوين كده، لازم كوبايه كبيره، كوبايه ونص. ونقلب الشعريه لغايه ما تحمر. طبعا الخطوه دي مهمه تتعمل من الحاجات اللي في الاول برضو، عشان الرز طبعا بياخد سوا زي ما انتم عارفين، فاحنا هنعملها ونركنها على جنب كده. احنا مش فاضل معانا غير نسلق المكرونه، وانا بسلق مع بعض المكرونه القلم، المكرونه قصدي العقل مع المكرونه الاسباجيتي في نفس الحله. بس لما اخلص الرز هبدا اسلقها. على فكره احنا عشان عاملين الصلصه فرقت معايا في الوقت، لو حاطين صلصه في الثلاجه عندكم هتفرق جدا معاكم في الوقت. وانا بما ان كانت عندي وحطاها في الميه زي ما شفنا مع بعض تفك، فسهلت عليا شويه. ومشكله الكشري ده انه بياخد وقت طويل، عشان كده بنعمله على فترات. انا من الناس اللي بعمله كل كام شهر مره، عشان بياخد مني وقت وبياخد مجهود وبياخد حلل كتير. في ناس بتعمل اللي هو في الحله الواحده، بس انا بصراحه ما بحبذهوش، ما حبيتش فكرته بصراحه. انا بحب كل حاجه لوحدها ونحط على الطبق من كل حاجه زي ما احنا عايزين. في بيحب الرز اكتر، في بيحب المكرونه اكتر، في بيحب الحمص. اما بيتحطوا على بعض بحس لا كله قد بعضه، لا كل واحد ياكل الحاجه اللي بيحبها او الحاجه اللي بتريحه وبتعجبه. كده حمرنا يعني قربت تحمر اهي. طبعا ايدنا فيها برضو عشان ما تتحرقش مننا. كده تمام. الشعريه احمرت زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه تكون لونها ذهبي، مش عايزاها تتحرق مننا. دلوقتي اجيب الرز، ادي الرز المغسول ومتصفي. نقلب طبعا لو في ميه بنصفيها.
شايفين؟ كان المفروض كمان اكتر الشعريه كمان شويه عن كده، بحبها اكتر من كده بس مش مشكله. الملح بقى ده هنحط له ملح عشان مش هينفع نسوي الرز بالشعريه من غير ملح. نحط بقى الميه بتاعته ونظبط له الميه. طبعا يغطي الرز عشان ما يعجنش مننا. وانا بالنسبه لي الرز بالشعريه بتبقى بالنظر وبالخبره، كل واحد بيبقى عارف مقدار الحله بتاعته ومقدار الكميه بتاعته. يعني بصوا انا بالنسبه لي في بيظبطوها بالمعلقه وفي لا، انا ما بظبطش بصراحه، انا بالنظر. انا بالنسبه لي بالنظر من وجهه نظري كده للحاجه بعرف ان كانت مظبوطه ولا مش مظبوطه، واعتقد كلنا كده. من خبرتنا في الاكل بنقيم الحاجه ونعرف دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. تمام كده. انا بالنسبه لي بصوا ما كنت باكل الحله متغطيه بالميه، هنغطيها بقى ونسيبها تستوي. هبص كده على الحمص، طبعا لسه برضو شويه الحمص، عارفه انه بياخد وقت بس مش مشكله. ونبص برضو على العدس كده. نبدا بقى نجيب حله ميه نحطها على النار عشان نسلق المكرونه. وادي حله المكرونه نولع عليها. استنوا ثواني. تمام كده. هنحط لها حبه ملح. احنا كده حاطين على النار الرز بالشعريه والحمص والعدس بجبه، ودي كمان حله هنسلق فيها المكرونه العقل ومعاها المكرونه بسباكيتي. اشوف بقى الصلصه وصلت لغايه فين، فكت ولا لا، عشان نبدا بقى نعملها بالثوم. ادي الصلصه بتاعتي ما شاء الله بدات تفك اهي. انا هستخدم الكيسين، ما اعتقدش هيكفي كيس، يعني هستخدم الكيسين اكبر. تمام كده خلاص يعني ما شاء الله. هحضر حله عشان طبعا صلصه الكشري لازم الاول نحط لها حبه ثوم وبعد كده نسقط عليها الصلصه عشان تديها طعم كده حلو. بما انها فكت نبدا بقى نحضرها عشان يبقى كده ايه، خلصنا 90% من حاجه الكشري. ولعت العين الصغيره، انا كده مشغله كل البوتاجاز زي ما انتم شايفين عشان اكسب وقت. بحب لما اكون شغاله كده استخدم كل العيون عشان اعمل الحاجه بسرعه، ان احنا لو خدنا حاجتنا بالراحه مش هنخلص النهارده. طبعا انا بشيل الريم اللي عن العدس بجبه، شايفين بيكون في ريم لازم يتشال. زي ما قلت لكم كل البقول بيكون فيها ريم، وافضل لما يتشال لان لما بيتساب بيغمق لون الحاجه، فاحنا طبعا لازم نشيلها. هبص على العدس الجبه كده تمام، ما بياخدش سوا جامد. العدس الجبه من اسرع الحاجات اللي بتستوي. انا محتاجه ازود له حبه ميه عشان انا بحتاج الميه بتاعته. ازود الميه بتاعت العدس بجبه.
دلوقتي ومن نفس الزيت اللي موجود معانا هناخد برضو حبه كده عشان اعمل بيهم الصلصه. انا بكون مفرزه في التلاجة توم، بصراحه بيفرق معايا جدا في الوقت. بصوا بشيلهم كده في كيس بلاستيك وباخد على قد الكميه اللي انا محتاجاها. يعني شايفين بصراحه بيفرق معايا جدا في الوقت، بيسعفني بدل ما لسه هفصص توم وهدق التوم ويبقى جاهز عندي في التلاجة. الحاجات دي يا جماعه بتوفر وقت وجهد جدا بصراحه، ده لو كان حد موظف زي كده. الموظفين طبعا وقتهم ضيق، عايزين كل حاجه تكون سريعه، بيبقوا تعبانين وعايزين يحضروا الحاجه بسرعه لاولادهم. ربنا يكون بعوننا جميعا. والله حتى ست البيت بتهيألي لو مجهزه الحاجه هتفرق برضو معاها في الوقت. مستعجله، عندها حد عايزه تغدي ولادها قبل الدروس، عايزه جوزها جاي من الشغل، طبعا الحاجات دي بتفرق معانا جدا جدا. احط حبه كزبره عشان يجيب ريحه حلوه كده وتبهره، حبه كمون. خلوا بالكم احنا كل الحاجات اللي على النار لسه ما حطينالهاش توابل. عشان الريحه تحفه، الريحه بجد تحت التوابل طبعا مع الثوم جميله جدا جدا. احضر الطماطم، كده احمرت تمام. شايفين اللون بدأ يخش اهو على الذهبي كده تمام. هنزل بأول كيس صلصة، بسم الله. طبعا انا هحط الكيسين عشان كيس مش هيكفي. ده الكيس التاني، بسم الله. تمام كده. طبعا هو لسه ما اتفكش تماما، هنسيبه يفك مع الثوم، هنسيبه شويه. طبعا هاخد حبه عشان خاطر التلج ده مش مشكله، وانا حاطه العين الصغيره اصلا، بس برضو بنكسب وقت. كل ما عملنا حاجه بنكسب وقت. بص على الرز ما شاء الله شرب ميته. هحط للرز اهو الشياطه، بسم الله الرحمن الرحيم، ووطي عليه كده. وطينا على الرز، بصوا شرب ميته ما شاء الله كده. الميه تبدا تغلي كمان هنا عشان اجيب المكرونه. احنا كده ما شاء الله انجزنا يعني جزء كبير من الكشري. بص على الحمص، لسه الحمص طبعا بياخد وقت، احنا عارفين. العدس الجبنه بدا يخش في السوا، فهحط له ملح وكمون لان خلاص لازم بقى يبدا ياخد حبه ملح عشان كتر نظبط ملحنا كده. وطبعا كمون. الحمص لسه بدري على ما احط له اي ملح علشان الحمص بياخد وقت. اما الصلصه فهحط لها واحده مرقه. انا بحب احط يا جماعه مرقه الاكل بتاعي، في ناس ما بتحبش طبعا، دي حريه شخصيه، لكن انا للاسف اتعودت عليها وتعودت على طعمها في الاكل انا واولادي. يعني في ناس ما بتحبهاش، لكن انا للاسف اتعودت عليها. بفركها كده اهو، هي واحده بس لطعم الاكل. وهحط كمان على الصلصه معلقه سكر
عشان قلوية الطماطم. طبعا عارفين لازم معلقة من السكر على صلصة الطماطم. ده تفك معانا اهي، ندوب بالمرقة كده. انا عاملة 2 صلصة، نوع زبطاله الملح ونوع لا، لان انا مش عارفة بصراحة انه كيس فيهم، يعني كان لازم افرق بينهم، للاسف انا ما فرقتش. ده اللي عاوز سنة ملح. احط ده شوية ملح، واحط له كمان فلفل اسود، يعني حبة كده طعم حلو، ريحة. والعشق بالنسبة لي الحبهان، انا بحط الحبهان في كل اكلي تقريبا، يعني في ناس ما بتحبوش لكن انا الحقيقة بحبه جدا وبحب استخدمه. طبعا التوابل دي بالذات اذواق، كل واحد وذوقه على حسب ما اتعود ياكل الحاجه، متعود على طعمها هو واولاده. انا بحب احط الحبهان والتوابل، يعني حاجه غليت قوي دلوقتي، بس انا برضه بجيب كميات مش طبعا مش كتيره، على قد ما هستخدم وخلاص. لكن الواحد اتعود على الطعم ما بيعرفش يغيره للاسف. كده ظبطت الصلصه، اسيبها بقى ايه تكمل تسبيكها ونكمل باقي الاكل. بص كده كمان على العدس خلاص اهو، العدس تقريبا خلاص حبه وهنزله من على النار. ادي الصلصه والعدس والميه حطاها عشان خاطر المكرونه، وادي الرز ما شاء الله اتشرب وداخل على السوا خلاص. وطبعا الحمص بياخد سوا زي ما انتم عارفين. احنا كده خلصنا 90%، كده خلاص. كمان الميه بدات تغلي، هنقص دلوقتي المكرونه عشان تتسلق على طول. هنحط دلوقتي المكرونه. حطيت كده كيس المكرونه اللي هو العقل الصغيره، حطيت كيس. انا بخلي الاسباجيتي بعدها بشويه عشان ما تاخدش وقت طويل، دي بتاخد وقت اكتر، يعني بينهم كده 5-7 دقايق اهي. هسيبها تغلي غلوتين وابدا انزل بعد كده المكرونه الاسباجيتي عليها. دلوقتي بعد ما اخدت المكرونه 5 دقايق ابدا دلوقتي ازود الاسباجيتي. انا هعمل يعني نص كيس اسباجيتي بس، مش هعمل كميه كتيره. انا بقطعها نصين ونقلبها كده المكرونتين مع بعض اهي، العقل والاسباجيتي. هنسيبهم بقى، ما بياخدوش سوا كتير على فكره في السلق، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. لا تكون ميه سخنه. اهم حاجه بس نفكهم من بعض. لازم اما اجي اعمل الاسباجيتي اكون فكاها تماما، علشان الاسباجيتي لو ما اتفكتش بتعجن وبتكلكع. لازم اقلبها حلو وافكها حلو. هنسيبها بقى تستوي شويه. انا موطيه على الحمص على فكره عشان محتاج ميه سخنه، بس انا مفيش مكان احط ميه سخنه، هسخن له ميه. وادي بالنسبه لنا ده خلاص اعتقد. انا لازم اشيل الريم، طبعا في ريم لازم يتشال، ده استوى. اشيل بس الريم اللي عليه الاول قبل ما اشيله من على النار. نسيت اقول لكم على تركه مهمه جدا للاسف يعني، بس مش مشكله، انتوا ممكن تعملوها. احنا بناخد من ميه العدس الجبه على المكرونه عشان تديله لون حلو زي لون مكرونه المطاعم، وبنحط المفروض على الرز كمان. انا نسيت احط على الرز للاسف، خلاص هو اتشرب، فانا اخاف اكتر احط ميه يعجن مني. لكن هو المفروض كنت حطيت جزء ميه عاديه وكنت حطيت جزء ميه رز بعدس، قصدي العدس الجبه. للاسف انا كده يعني مش مشكله بقى، يعني انتوا حتى بعد كده ممكن انتوا تعرفوا الطريقه دي، اللي يحب بعد كده فيكم يعملها يعملها، ما يجراش حاجه. اصلا الرز خلاص داخل في السوا. انا خدت شويه للمكرونه، بتدي لون حلو بصراحه. المكرونه بتديكم احساس لون وطعم الكشري اللي في المطاعم.
مشكله. طبعا انا عايزه اسخن ميه عشان الحمص، عايزه لما اخلص كله يكون كله استوى مع بعض على قد ما نقدر. العدس بجبه خلاص استوى. دلوقتي بقى هصفيه عشان يبقى جاهز، عشان في تركه بنعملها فيه قبل ما يتشال. يلا بقى نصفيه مع بعض. جبت اهي حاجه مصفى، وادي العدس. نصفيه كويس. بصوا ما شاء الله مستوي وجميل، وفي نفس الوقت ما يكونش برضو مهري، يعني نسويه ويكون برضو مظبوط كده ومحبب وحلو كده، يبقى مفلفل، يبقى مفلفل ما يبقاش مهري ولا مستوي زياده. طبعا المفروض يعني، بس انا للاسف اتلخبطت يعني، او عشان بعمل الحاجه يعني عايزه اخلص بصراحه. المفروض الميه دي ميه العدس بنستخدمها على الرز بالشعريه بعد ما بنحمرهم، بنزود مع الميه العاديه معلقتين كوبايتين من الميه دي، بيديله طعم وريحه مختلفه جدا وتحسه قريب من اللي في المطاعم. وبنحط برده الميه اللي بنحط فيها المكرونه عشان نسلقها، برده بناخد من نفس الميه دي، بتفرق برده معانا في اللون وفي الطعم. مش مشكله، برده قلت لكم التركه دي اللي حابب يعملها، اللي مش حابب برده اخد فكره وبرده يجرب، مش هيخسر حاجه. يلا بقى نكمل ونشوف باقي الحاجه بتاعتنا. هبص على المكرونه، قلنا مش بتاخد سوا معانا كتير، هي فعلا بدات تستوي ما شاء الله. زي ما قلت لكم كده في تريكه لسه هنعملها للعدس بجبه بس مش دلوقتي. المكرونه ما شاء الله تبارك الله، المكرونه استوت خالص. انا كده هشيل المكرونه واصفيها كده، المكرونه تمام. صفيت على المكرونه وابدا اصفيها. بسم الله بسم الله. ادي المكرونه، خلي بالنا عشان هتقع مني. ادي المكرونه شايفين، بس كان المفروض نقلل المكرونه العقل. بصراحه انا المره دي عشان عايزه اعمل حاجه بسرعه وعلى غفله، بصراحه ما كنتش مرتبه، بس معقوله يعني. هشطفها عشان بس سخنه قوي. امسك حاجه كده، ده عشان تقرب لكم شويه عشان تشوفوا. سخنه قوي. كده تمام. غسلت المكرونه اهي، شايفين. في برضو تركه بعملها للمكرونه عشان تبقى حلوه كده. في حاجتين محتاج نعمل لهم تركتين. الله اكبر الله اعظم. انا فصلت عشان الاذان، طبعا احتراما للاذان. زي ما قلت لكم في عندنا تركتين، العدس بجبه بتركه والمكرونه ليها تركه. تعالوا نشوف مع بعض ايه اول تركه هنعملها في الكشري تديله طعم مميز وقريب من الكشري اللي في المحلات، وفي نفس الوقت عاملينه في البيت وبتكاليفنا وعلى قد طاقتنا وعلى قد الكميه اللي احنا محتاجينها. يلا مع بعض نشوف ايه اول تركه. ما ننساش كل شويه نزود الحمص ميه عشان يتسلق ويستوي. اول حاجه هنجيب حله، الحله اللي عملنا فيها العدس بجبه، ونسخنها شويه كده على النار، وننزل عليها حبه زيت من اللي كنا شايلينه بتاع البصل. نحط كده شويه اهو، عايزين الكميه اللي فاضله لغايه اخر لحظه نستخدمها في كل الحاجات.
بعد ما تسخن شويه هننزل عليها بمعلقه ثوم اللي انا مفرزاه الجميل ده، اللي فارق معايا جدا بصراحه، بيوفر عندي وقت وجهد وما تتخيلوا الصراحه. معلقه صغيره وهننزل عليها بحبه كزبره وحبه كمون. البهارات يا جماعه بتفرق في الاكل، متعود اكل يكون فيه بهارات ما يعرفش ياكل حاجه من غير ما يكون ليها طعم. وطبعا كل بهار ليه الحاجه بتاعته اللي تنفع معاه، وفي حاجات ما تنفعش. عايزه بعمل لكم النهارده ان شاء الله فيديو عن انواع البهارات وبستخدم كل حاجه في ايه. ودوبك كده هنشوح الثوم مع الزيت مع الكمون والكزبره، وننزل عليهم دلوقتي بعد ما يبداوا كده يخشوا كده شويه، يبداوا يتبلوا مش يحمروا، دوبك كده تشويحتين. هننزل عليهم بالعدس بجبه. دي التركه بتاعت العدس بجبه يا جماعه، بتخلي طعمه روعه. لازم يكون الحاجه ليها طعم، ما ناخدش كده الحاجه من غير ايه، نديها اضافاتنا، نديها لمستنا. الله على الريحه، الله الله. قلبوا بقى طبعا البصل، قصدي زيت البصل في طعم البصل، الثوم مع الكزبره مع الكمون يدي ريحه تحفه. وطبعا دلوقتي هنظبط له الملح بتاعه، محتاج حبه ملح. احنا كنا حاطين ملح في الميه فاكرين، بيحتاج تاني على فكره شويه ملح. نظبط الملح، سنه كمون حلوه، الكشري بيحب الكمون يا جماعه، بيديه طعم جميل. هتلاقوا في اغلب الحاجات اللي بنستخدمها حاطين كمون، ما كانش في كل حاجه. تشويحتين كده حلوين، هو اصلا مستوي مع تركه الثوم كده بقى جاهز على الاستخدام. هنحط الحله دي بقى كده خلاص على جنب، دي كده تمام وجاهزه. التركه التانيه بقى اللي هنعملها مع المكرونه، حله نظيفه نحطها على النار تسخن شويه. على ما تسخن عايزه ابص على الصلصه كده، بصوا معايا على الصلصه، هي ما شاء الله خلاص. هوطي بقى عليها عشان الصلصه يعتبر اتسبكت. دي الصلصه، والرز انا طلعته خلاص، شلت الشياطه بتاعته، الرز كده بتاعنا خلص وجاهز اهو. كده جهزنا العدس وجهزنا الرز بالشعريه، ودي الصلصه بتفنش اهي، والحمص قرب يستوي. هنجهز بقى المكرونه بالتركه اللي بقول لكم عليها، اللي هتديها طعم مميز ومختلف. حله زي ما قلت لكم وحطيناها على النار. هنسخن الحله كويس. التركات دي يا جماعه بتفرق في الطعم جدا، بتودي الكشري في حته تانية خالص بجد. بصراحه الحاجات دي انا في حاجات انا متعلماها من بدري، في حاجات خدتها برده من فيديوهات من ناس على النت. احنا ممكن نستفيد، ناخد افكار تكون نفس طريقتنا، بس بنزود التركات البسيطه اللي بتدي طعم مختلف وجميل، وبصراحه بحاجه مميزه. سخنت الحله اهو، هجيب الزيت اللي انا بستخدمه في كل الحاجات واحط حبه زيت كده حلوين. طبعا الزيت ده فيه طعم البصل وريحه البصل، حبه كده. وهننزل عليهم دلوقتي بالمكرونه. المكرونه بتاعتنا اهي، هننزل في الحله اللي فيها الزيت ونشوحهم تشويحتين. هتلاقوا المكرونه اخدت من طعم البصل وراحت في حته تانيه حرفيا. تقليبه كده حلوه. التركات دي يا جماعه بتخلي الاكل بجد مميز. شايفين تشويحتين كده هتديها لون حلو من الزيت وطعم حلو ومختلف برضو. كده بقت جاهزه على الغرف. احنا كده يا جماعه بنفنش خلاص، وكده في اواخر الموضوع خلاص.
معلش، هو الكشري بياخد هده وبياخد وقت وبياخد حلال كتير ومواعين كتير، لكن بيبقى جميل وعيالنا بيحبوه، ومن الاكلات المفضله بصراحه بالنسبه لنا الجميله. بس كده عشان ما تعجنش مننا. كده بقى تمام 10/10. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ بقى بيلمع وجميل ازاي؟ كده بقت كمان عندي المكرونه جاهزه. كده جهزت الرز والعدس بجبه والمكرونه والصلصه. هعمل بقى الحاجتين اللي كل ولادنا بيحبوهم، دقه الثوم والشطه. يلا نحط ده على جنب، نبدا نشتغل بقى في دقه الثوم. نطفي بقى على ده. نعمل دلوقتي بقى الدقه. طاسه ونسخنها على النار، وهننزل برضو بالجوكر اللي معانا النهارده، وهو الزيت. وقرب يخلص عشان عندي بس شويه كحه من البرد. الحبه اللي فاضلين بقى هخليهم للشطه، دي اخر حاجه. ده الدقه حطينا كده حبه هم برضو حلوين. تمام. هنجيب دلوقتي معلقه ثوم من الثوم اللي انا شايلاه، هاخد كده معلقه، يعني بصوا حبه كده، معلقه كبيره عشان لازم الدقه يبقى الثوم واضح فيها اهو. كويس، دي معلقه ثوم كده. انا خلاص مش محتاجه خلاص الثوم تاني في حاجه. هشيل الثوم بتاعي في التلاجة. الثوم برضو بالنسبه لي جوكر. اول ما يبدا كده اهو يفك من نفسه ويبدا كده يتشوح، هنزل عليهم بالكزبره وهنزل كمان بالكمون، وما ننساش نملحه، لازم نحط له حبه ملح. وادي حبه ملح. ودلوقتي نقلب الدقه بتاعتنا. انا مش عايزاها تحمر، انا بس محتاجه اشوحها بس. الثوم بتاعي اهو بتاع الدقه يا دوبك كده هتخش في الاحمرار، نلحق بسرعه. هنطفيها دلوقتي بالثوم. طبعا الدقه بتدي طعم للكشري مميز وكلنا بنحبها، بتخلي طعم الكشري جميل. ولما نروح اي مطعم نهتم جدا ان احنا ناكل الكشري بالدقه. تمام كده. هنزل بقى عليها. احنا بنحط تقريبا نص كوبايه كبيره من الخل، وبنزود عليها حبه ميه. يعني ممكن نقول نص كوبايه كبيره خل وربع ميه بس كده، ونقلبهم. وكده بقت الدقه جاهزه، ريحتها تحفه بجد، روعه. دي حاجه جميله قوي. انا من الناس برضو اللي بحب الدقه على فكره. ونسيبها تغلي يعني حبه كده، مش كتير. ودلوقتي بقى هنعمل الشطه. كده خلصنا الدقه، فاضل اخر حاجه وهي الشطه. يلا بينا نعمل الشطه. طاسه برضو على النار وهنسخنها. بعد ما تسخن هننزل باخر حبه زيت موجودين معانا، صراحه نفعونا جدا.
الحاجه منها فيها، ما استخدمناش حاجه من بره. حلو جدا جدا. نسيبها تسخن. اول ما تسخن نبدا نجيب معلقه شطه. انا مش هكتر شطه عشان بصراحه بتقعد عندي، يعني كل مره بعملها ما بتتاكلش منها كتير. فبصوا يعني هنقول معلقه الا ربع بالنسبه لي كده حلو قوي. وبرده هتفيد على فكره عشان مش البيت كله عندي بيحب الشطه. وهنحمرها كده اهو. بنحمر الشطه في الزيت اللي استخدمناه من شويه بتاع البصل كده، نحمصها شويه كده. وبعد ما نحمصها حبه هنجيب معلقه صلصه اللي احنا عاملينها وننزل عليها، وكده بقت الشطه جاهزه. هي مجرد معلقه شطه مع كبشه صلصه من اللي احنا عاملينها اصلا. ولو حاسينها تقيله ممكن نزود لها حبه ميه عادي. ما يجراش حاجه. هنزود كده حبه ميه ونقلب الشطه بس كده. كده الشطه كمان بقت جاهزه. احنا كده خلصنا كل حاجه، مش ناقص بس غير نظبط الملح بتاع الحمص يبقى الكشري بتاعنا جاهز. احنا كده يا اولاد مش فاضل معانا غير الحمص. يلا نظبط الملح بتاعه. هنحط الحمص حبه ملح، هو دخل في السوا خلاص. ونحط كمون وكده بقى جاهز. ده الحاجه اللي هنحطها له بس هو الملح والكمون. هنسيبه يغلي كمان غلوتين ونبدا نغرف. احنا كده خلاص جاهزين وتمام التمام. نبص بس كده على الصلصه وصلت لغايه فين. الصلصه على فكره محتاجه حبه ميه. هنزود الصلصه حبه ميه عشان تخينه قوي. انا كنت بصراحه مصفياها وشايلاها ما كانتش خفيفه، كانت تخينه. قلت انا براحتي بقى ازود اخفف حسب محتاج. وكده بقت مظبوطه. احنا كده تمام وخلصنا تقريبا كل حاجه. يلا بقى نشوف هنقدم ازاي. بس لما تستوي الحمص واصفيه ابدا بقى اشوف هقدم ازاي العدس بتاعنا بعد ما خلصنا وعملنا كل حاجه. وكده ابقى انا خلصت الكشري بتاعي. ادي كده خلاص الحمص اهو استوى. كده بقى كل حاجه جاهزه. غرفت الصلصه، ادي الدقه، دقه الثوم، وادي الشطه، وادي المكرونه، البصل، العدس بجبه، وادي الرز بالشعريه. كده كل حاجه بقت جاهزه. انا سايبه كل حاجه في الحله بتاعتها طبعا، ما شلتهاش لغايه دلوقتي. دلوقتي بقى هغرف معاكم. طبعا الغرف ده كل واحد وذوقه، اللي بيحب حاجه بيكترها، ما بيحبش حاجه ما بيحطهاش. انا هغرف دلوقتي معاكم واوريكم طريقه غرفي انا بغرفه ازاي، وكل واحد على حسب ما بيحب. طبعا اهم حاجه زي ما قلنا الدقه والشطه، دول يعتبروا اساس الكشري. والصلصه بتاعتنا اهي وكل حاجه تمام التمام. يلا بينا نغرف مع بعض نوريكم هغرف الكشري بتاعي ازاي. زي ما قلت لكم قبل كده كل واحد بيعمل الكميه اللي هو محتاجها. انا مش مكتره، عامله ربع كيلو. بصوا اداني كميه قد ايه ما شاء الله. كميه حلوه على فكره عشان هو بيزيد اصلا الحمص. هو الرز ممكن يكون كتر مني شويه بس برضو الحله مش كبيره. وده ربع كيلو برضو مناسب جدا وهيكفينا على فكره مش كتير. المكرونه برضو زودتها سنه عشان الولاد بيحبوا المكرونه. وده شايفين سامعين القرمشه، سامعين ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي. جميل جدا ومقرمش
وريحته جميله وطعمه جميل، حاجه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني الموضوع فكره مش صعب خالص، بدل ما ناكله في المطاعم بيبقى غالي وبنجيب كميه قليله، احنا في البيت كميه كبيره وبسعر اقل من بره، وناكل ونشبع، وممكن كمان يفيض منه للعشاء كمان. هغرف لكم دلوقتي مع بعض واوريكم انا بغرفه ازاي، وكل واحد بيغرف بالطريقه اللي بتريحه. هغرف لكم دلوقتي واوريكم التقديم. اول حاجه بحط من تحت المكرونه، للاسف المكرونه الاسباجيتي كلها متركزه من فوق. بصوا شايفين اللون؟ طبعا الزيت اللي حطيناه بتاع البصل مديها لمعه جميله جدا جدا وريحه تحفه. ادي المكرونه تمام. دلوقتي بقى هنحط الرز بعد المكرونه، رز بالشعريه فلفل وجميل ما شاء الله. وكان المفروض احط له طبعا حبه من ميه العدس، دي راحت مني الحته دي، مش مشكله، بس انتوا بقى اللي يحب يعملها يعملها. ادي الرز، نعمل طبق كبير عشان اوريكم الشكل بيبقى عامل ازاي. هنحط دلوقتي العدس اللي بجبه، عدس بجبه زي ما قلت. التقديم ده كل واحد وذوقه، كل واحد وطريقته. يلا هجيب بقى الحمص واحط كده الحمص. انا بالنسبه لي بقى اكتر حاجه بحبها في الكشري بصراحه الحمص. تمام. هنحط دلوقتي بقى حبه بصل ده للتزيين على الوش كده بقى جاهز. اما بقى الصلصه والشطه والدقه طبعا كل واحد بيحط على حسب برضه ما هو محتاج وحسب ما بيحب. نحط بقى على السفره ونوريكم الشكل النهائي. وادي الكشري بعد ما غرفنا. طبعا ابني مش منتظر عمال ياكل، هو حط الصلصه مش مستني اما اخلص. ده الشكل النهائي للكشري بتاعنا، ريحته جميله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ جميل ومميز وسريع. على فكره ما خدش مني غير ساعه بالظبط، فما شاء الله يعني ما خدش وقت جامد، بس فرق معايا اني كنت مجهزه الثوم والصلصه بصراحه. يا رب يكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك عندي في القناه. وان شاء الله مع تجربه جديده على قناه تجربه ايمي.